الوداد يحقق فوز مهم في أولى مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي على حساب فريق اف سي نيروبي الكيني. أجرى فريق الوداد الرياضي مباراته الأولى بدور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي قبل قليل، حيث استقبل فريق اف سي نيروبي الكيني بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بملعب العربي الزاولي، نظرا لإغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح. فريق الوداد حقق فوز مهم بنتيجة عريضة 3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة كانت سهلة للفريق البيضاوي. فريق الوداد دخل بتشكيلته الأساسية، وكما هو معتاد من لدن المدرب محمد أمين بن هاشم، الذي يعتمد كثيرا عن التشكيلة الرسمية وقليلا ما يغير اللاعبين. اليوم نلاحظ تغيير وحيد، يعني جلوس أبو الفتح على دكة الاحتياط، في حين فريق الكيني فهو اتضح يعني بشكل كبير أنه جاء إلى مدينة الدار البيضاء فقط لإجراء هذه المباراة. فريق بمستوى نقدر نقول مستوى متوسط إلى ضعيف، ليس بالمستوى الكبير، وتمكن فريق الوداد من تحقيق نتيجة مهمة 3 أهداف مقابل لا شيء. يعني تناوب على فريق الوداد بالمناسبة، فهو سجل منذ الدقائق الأولى، في العشر دقائق الأولى فسجل اللاعب أيوب بوشتا المدافع، يعني الظهير الأيسر، سجل الهدف الأول من قبل ما يرد عليه الظهير الأيمن بوشواري بالهدف الثاني، ولات النتيجة بهدفين مقابل لا شيء، والنتيجة اللي انتهت عليها الجولة الأولى. في الجولة الثانية فريق الوداد فهو بحث باش يعني يوسع الفريق ويعطي الفرصة للاعبين ديال الاحتياط أنهم ياخذوا المباراة، ويريح يعني التشكيلة الرسمية اللي بدات. كانوا مجموعة من التغييرات من بن هاشم. شاهدنا في الجولة الثانية مشاركة أيوب ناسي، محمد رايحي، بالإضافة إلى والد الصبار، دخول مفيد في الدقائق الأخيرة. شارت العمادة من بعد خروج مرابط فتسلمها مهدي بن عبيد. فريق الوداد في العشر دقائق ونقدر نقولوا في 20 دقيقة الأخيرة من المباراة، فمحمد رايحي اللي دخل كبديل فهو سجل الهدف الثالث. يعني 3 نقاط مهمة للوداد، خاصة في أولى المباريات داخل الميدان، نظرا لسقوط فريق عزام التنزاني، يعني المنافس الآخر للوداد بهذه المجموعة، سقط داخل الميدان أمام فريق مانيما الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء. وبالتالي نقدر نقولوا أن ترتيب هذه المجموعة حاليا فهو غتكون الوداد في المرتبة الأولى ب3 نقاط وب3 أهداف، يعني زائد 3، في حين غنلقاو في المركز الثاني عزام التنزاني ب3 نقاط بزائد هدفين. في المركز الثالث والرابع فغنلقاو اف سي غنلقاو مانيما الكونغولي في المركز الاخير هو فريق اف سي نيروبي الكيني. المباراة القادمة للوداد فهي غتكون ضد عزام التنزاني، مباراة مهمة، مباراة غيبحث من خلالها فريق الوداد الرياضي بقيادة محمد أمين بن هاشم الإطار الوطني من تحقيق نتيجة مهمة. يعني الوداد سيبحث لضمان التأهل، يعني نقدر نقولوا في هذه ال3 مباريات ولا الأربعة الأولى يضمن التأهل، وبالتالي غتكون المأمورية سهلة وغياخد باقي المباريات بأريحية، خاصة وهذا الموسم وهناك يعني ازدحام مباشرة من بعد التوقف اللي غيكون حاليا، اللي بدا حاليا نظرا لاستعدادات لكأس العرب، والتوقف اللي غيكون بمناسبة كأس إفريقيا. بعد كأس إفريقيا غتكون هناك يعني نقدر نقولوا البرمجة، وغتكون الرزنانة يعني مزدحمة بشكل كبير. الوداد عنده مباريات مهمة في الدوري، في الكأس، حيث ولا بد أنه غيدخلوا في مباريات كأس العرش، يعني في الثلث الأخير من الدوري المحلي. لذلك فالوداد من الواجب عليه أنه يضمن التأهل مبكرا للدور الثاني من دوري أو من كأس الاتحاد الإفريقي. يعني ولفنا الوداد يشارك بدوري الأبطال، لكن هذا الموسم من بعد ما غاب الموسم الماضي عن المنافسة القارية، هذا الموسم يعود من بوابة الاتحاد الإفريقي وسيبحث على تحقيق اللقب، لأنه من غير مسموح للوداد أنه يحقق شي حاجة من غير اللقب، خاصة كما قلت يعني فرق نقدر نقول في المستوى في المتناول وفي مستوى متوسط، لا مجال المقارنة بينه وبين الفرق اللي كتزاول بدوري أبطال إفريقيا.
مشاهدينا الكرام، يعني كانت هذه هي الخلاصة ديال المباراة اللي جراها الوداد قبل قليل أمام فريق اف سي نيروبي الكيني بالدار البيضاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.